في مباراة كبيرة وروعة، النجم الكبير محمد صلاح يحط أولى أهدافه في مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، وبكده يبقى ليفربول كسب 3-2 في مباراة قوية جدا. تعالوا نشوف مدافع أتلتيكو مدريد بيقول إيه في المباراة. روبن مدافع أتلتيكو مدريد بيقول: إحنا حولنا الهزيمة من 2-0 ل 2-2 حتى الدقيقة 92 اللي جه الهدف القاتل لفريق ليفربول، وبيقول: إحنا قاتلنا حتى النهاية وكانت الهزيمة قاسية جدا من فريق ليفربول. وبيقول: احنا كنا برضو شكلنا كويس جدا في الملعب، وبرغم ان احنا ضيعنا فرص كتير لكن برضو احنا قاتلنا حتى النهاية، وبرغم ان احنا قدمنا مباراة جيدة لكن مع الأسف خسرنا 3-2 في مباراة قوية جدا مع فريق عنيد بيلعب لآخر دقيقة زي فريق ليفربول. طيب تعالوا نشوف مدرب ليفربول إيرني سلوت قال ايه في اللقاء الصحفي. قال كلام خطير وجميل جدا يدل ان الراجل ده يا جماعة ذو عقلية مذهلة فعلا. بيقول: اذا اردت الفوز على فريق منظم وقوي ويمتلك ادوات وخبرات وعقلية مذهلة زي فريق اتلتيكو مدريد فعليك الفوز عليه بنفس العقلية المذهلة اللي هو يمتلكها. وهو ده اللي عمله، ان هو حط جونين في بداية الشوط الاول، وبدأ ساعتها يحس بالارتياح، والارتياح ده انتقل للعيبة، وبالتالي جه اكتر من فرصة كان ممكن يحرز فيها الهدف الثالث غير الكرة اللي جت في العارضة، لكن هو شعره بالارتياح، والنتيجة ديت فرقت كتير جدا مع فريقه، لان هو بقى بيلعب بارتياحية جدا وبتنسيق ومن غير ضغط اعصاب عليه، وده فرق معاه جدا. لكن الشيء اللي هو كان متخوف منه فعلا حصل، خاف لأي كرة فعلا مرتدة أو أي كرة تيجي من الفريق الخصم وتيجي هدف، وبيصبح النتيجة كده 2-2، وده اللي حصل لحد الدقيقة 92. اما النتيجة بقت 2-2 وخلاص الوقت خلاص بقى صعب، لكن هو بيقول لك احنا ضغطنا بكل قوة في الدقايق العشرة الأخيرة لحد ما ضغطنا وكسبنا وجبنا الجون التالت، وكده يبقى كسبنا المباراة بنتيجة 3-2. وقال لك لسه كتير قدامنا، واللاعب ألكسندر لسه هيقدم أكتر وأكتر وهو راضي عن أدائه في الملعب. وقال لك أنا لسه عندي مفاجآت كتيرة في دوري الأبطال في خط الهجوم. بالتوفيق لفريق ليفربول اللي كلنا بنحبه عشان النجم المصري محمد صلاح. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.